اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده. هنعمل احلى شوربه للكوارع بمناسبه بقى عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. هنعرف ازاي نعمل شوربه الكوارع وتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب هتسالوني هل يا ترى الاكله دي صحيه؟ هقول لكم طبعا صحيه بنسبه مليون في الميه. بس اهم حاجه طريقه عمايلها وكمان طريقه اكلها. عايزه اقول لكم بقى ان الاكله دي كلها فيتامينات ومعادن، وعودي ولادك عليها. هتقوي جسمهم وكمان تبني عظمهم. في شوية حاجات كده هنعملها علشان تطلع الشوربة معاكي بالحلاوة دي. تابعيني يلا في الفيديو علشان تشوفي الطريقة. ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية انا بجيب الكوارع. بتكون بيضة ونضيفة زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا انا غسلاها في البيت، حط لها طبعا غسلاها كويس جدا، حط لها معلقة من الدقيق. وحط لها كمان عصرة ليمون في المية وغسلاها كويس جدا وجردها كمان بالسكينة. بس هي كانت جاية بيضة زي ما انتوا شايفينها كده. هو الجزار بينضفها. لما تيجي تختاريها اختاريها بيضة وحلوة كده، ما يكونش فيها شعر ولا الكلام ده. ويكون لونها فاتح ابيض حلو. اختاري الجزار اللي انت بتشتري منه تكوني انت متعودة عليه وبتجيبي منه اللحمة. عشان ما يديكيش كوارع يكون سنها كبير. وما تستويش معاكي وتكون نتيجتها في الاخر مش حلوة. بالنسبة لاختيار الكوارع انا بجيبها امامية، ما بجيبهاش خلفية. الامامية بتكون قصيرة وتخينة. لكن الخلفية بتكون طويلة ورفيعة. انا بفضل بصراحة اجيب الامامية. وهي دي بصراحة بتبقى افضل حاجة. بتكون زي ما قلت لكم كده قصيرة وتخينة وبيبقى فيها لحم كتير. لكن الخلفية اللي بتبقى ورا دي بتبقى رفيعة وما بيبقاش فيها لحم. ما بتكونش كويسة بصراحة. فانتي لما تروحي للجزار اللي انتي ضمناه وعارفاه. هاتي الامامية اللي هي بتكون قصيرة وتخينة. بتبقى حلوة جدا. طبعا بتغسليها زي ما بقولك. وبعد كده دلوقتي بقى هجيب حلة فيها كده مية سخنة بتغلي. وهبتدي كده ان انا احط الكوارع، طبعا هو بيقطعها لي وبيكسرها لي. وبحطها في المية السخنة زي ما انتوا شايفين كده. المية دي بتغلي. ابتدأت احط فيها الكوارع. هتاخد غلوة واحدة بس مش اكتر، هي غلوة واحدة بس. هتبص تلاقي فوق الوش كده يتجمع ريمة. بعد ما بتغلي كده ب5 دقايق. دي انا مش عايزاها خالص. هاخدها كده على الحوض، هرمي المية دي. وهغسلها غسلة حلوة. ودلوقتي انا جبت حلة الضغط بتاعتي. وحطيت فيها المية وابتدأت تغلي. بضيف بقى الكوارع اللي انا اديتها الاول غلوة. ورميت ميتها وشطفتها تاني. هحطها دلوقتي بقى في الحلة اللي هي حلة الضغط. لان دي بتسرع من السوا بتاعها. لان بطبيعة الكوارع بتاخد سوا كتير. حطيتها كده بقى. بعد ما المية غليت هبتدي دلوقتي احط البوكيه جرنيه. ايوه. البوكيه جرنيه بقى عبارة عن ايه؟ الطماطم والبصل والثوم والجزر. كل الحاجات دي ورق الراولو. وكمان قرن شطة. يعني كل الحاجات دي بقى حطيها. بتحلي الشوربة وبتخليها حلوة قوي. زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. كانت شوربة تحفة جدا. فمهم قوي الحاجات دي يا جماعة. والتكاية بتاعت الاول اللي احنا غلينا المية وحطينا الكوارع. وبعد ما غليت رمينا المية. وغسلناها. هي غلوة واحدة بس وغسلناها. دي مهمة قوي 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 عشان الشوربة بتاعتك تبقى حلوة. حطيت دلوقتي رشة من الفلفل الاسود بس ما حطيتش ملح. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا اقفل حلة الضغط. وكده بقى هسيبها تستوي بتاخد حوالي 40 دقيقة. يعني تقريبا من نص ساعة ل40 دقيقة. لكن لو مش متوفر حلة الضغط. بتسوي في حلة عادية جدا، بعد ما المية بتغلي بتحطي الكوارع بتاعتك. والبوكيه جرنيه برضو، وبعد كده بتقفلي عليها وبتسيبيها بقى حوالي من ساعة ونص لساعتين. هي بتاخد وقت كبير بس بتبقى تحفة جدا وبتستوي كده على الهادي، ولازم توطلها وهي بتستوي. دي بالنسبة للحلة العادية. لكن حلة الضغط. زي ما انتوا شايفين كده استوت بالظبط في 40 دقيقة مش اكتر من كده. انا طبعا ما فتحتهاش على طول، سبتها لغاية ما هديت. وبعد كده ابتديت ان انا افتحها. شايفين بقى الكوارع عاملة ازاي مستوية جدا وتحفة. والشوربة بتاعتنا حاجة مفيش بعد كده. وده ليه؟ علشان احنا عملنا لها الاول المية المغلية غليناها فيها كده. حوالي 5 دقايق وبعدين كبيناها وغسلناها. وحطيناها بقى في مية نظيفة وابتدينا نسويها بقى. وفي الوقت ده انا ضفت الملح، مرضتش اضيفه في الاول. علشان ما يطوليش عملية السوا. بعد ما بتستوي كده او هي داخلة في السوا. بتبدأي بقى ان انت تضيفي لها الملح بتاعها. بصوا بقى انا هغرف معاكم دلوقتي. شايفين الكوارع مستوية ازاي تحفة. ولا الشوربة بتاعتنا مفيش بعد كده. تعصري عليها بقى نص ليمونة كده. بتبقى روعة. عايزة اقول لكم بقى ان الشوربة دي مغذية جدا كلها فيتامينات ومعادن. عودي ولادك عليها لان هي تقوي جسمهم وتبني عظمهم.
وزي ما انتوا شايفين كده جميلة جدا جدا، تقدري تاكليها بقى مع خضار. احنا بقى مش هناكلها مع فتة ولا الكلام ده، لو كلتيها مع فتة هتخن جدا، لكن لو كلتيها مع خضار هتبقى مغذية جدا وهتديكي طاقة وهتدي الولاد طاقة وهتبقى تحفة جدا. وفي النهاية بتمنى ان الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. وياريت اسمع تعليقاتكم الحلوة لان رأيكم طبعا في الفيديو بيهمني جدا. يلا باي باي، سلام.